صاحبة القصة اسمي سوسن وعمري 30 سنة. قصتي بدأت من لما كنت صغيرة. كان عندنا عادات في القبيلة، نظام الحجوزات، فلان لفلانة وفلانة لفلان، وخلاص يلصقونهم في بعض لين ما يكبروا ويتزوجون غصب. فجاء نصيبي والشرف لي إن عمتي قالت سوسن حجزتها لولدي خالد. كبرت وأنا على فكرة إني أنا الخالد، دايما يتردد على إذني أنت الخالد وخالد لك. فكبرت ابتدائي متوسط ثانوي وأنا متعلقة بهالخالد، مو حب لكنها تعلق طفولة، وأنا عقلي خلاص متبرمج إني أنا من نصيبه. كان حبيته ما أعرف، لكن اللي صار خلاني أقول هو كل شيء إلا الحب. كان عندي شلة صحبات من الابتدائي 4 بنات، كبرنا مع بعض طول السنين هذه، مريم وغدير ومجد وأنا. كنا صحبات لدرجة كل شيء في حياتنا نحكيه لبعض، نروح لبيوت بعض، نلعب مع بعض، نخرج ونروح ونجي مع بعض، ودايما بنفس الفصل كل المراحل. كنا مرة قريبين من بعض، وكنت أحكيهم عن خالد فارس الأحلام ومغامراته معايا، إما عن حركة